العظيم انا مش زعلان من تجربه بيراميدز دي خالص، انا بس ببقى متضايق ان بحسه نادي بيشتري عداوه الاهلي، لكن بيراميدز عنده بيشتري عداوه الاهلي. طبعا. ليه؟ لان انت بتشوف كل موقف بيحصل مع اداره الناديين، حلو. التعامل فيه ما بيبقاش زي التعامل مع اداره الاهلي. يعني لو في موقف، هو يعني مثلا اقول لك، هضرب لك مثل، يعني موقف حسين والشيبي، موقف غلط 100% من حسين، طبعا فيهوش كلام ومفيهوش نقاش، ولا ينفع الشتيمه اللي حصلت اخلاقيا، ولا ينفع مد الايد، ودي مش الاهلي. الاهلي عاقب، الاتحاد عاقب، ايا كان العقوبات معايا على العقوبات مش معايا، لكن الموضوع ده لو مع نادي تاني ابعد عن قصه العقوبات دي، هو غلطان. لكن لو لاعب من الزمالك عمل كده مع الشيبي، انا بقول لك بيراميدز مش ده يبقى رد فعله، خصوصا بس هو بيراميدز عمل ايه برضه يا اسلام؟ لان انا هشتكيه ومحاكم وجاب له سنه والكلام ده، حقه انه ياخد لا اجراءات. هو اللي عمل كده عشان برضه يعني كواليس، يعني هو اللي عمل كده الشيبي لا الشيبي كان الموضوع انتهى. ما انا بس انت راجل طبعا، انت طبعا ملك الحظ، ما اقدرش اجادلك فيها. اسمع مني، الكواليس هو اللي عمل كده الشيبي بسبب ان في المغرب حصل مشكله كبيره، والناس ابتدت تتكلم بسبب ايه؟ الموضوع جمهور جدا. ما انا بقول لك، بس بلاش الموقف ده، اي موقف عموما مع بيراميدز بلاش. اللعبه اللي ممكن تروح من بيراميدز للزمالك هتلاقي وارد اللعبه عادي تروح بمنتهى السهوله، عادي جدا. بيراميدز انا مش هاخد لعيبه من الزمالك، مع ان الزمالك عنده بقى لعيبه كتير، انا كاهلي باخد منه، انا فاوض لعيبه منك انت. فهو النادي بيبقى شارع عداوه الاهلي في موقف احنا عارفينها، وبعدين عارفين سبب بقى التاسيس والقصه والمش عارف ايه، والقصه اللي حصلت بين كابتن محمود ومش عارف ايه والكلام ده. حلو. فكل الكلام ده يخلي بيراميدز في النقطه اللي انا بكلمك فيها دي يشتري عداوه الاهلي، او انا اشوفها من وجهه نظري كده يعني.